في عالم مليان كنوز واسلحه اسطوريه، وكل كنز موجود قادر يدي صاحبه قوه خارقه تغير مصير البشريه. فايه اللي هيحصل لو ظهر شخص عارف اماكنها كلها قبل اي حد اصلا؟ بطلنا في الحكايه دي مات بعد ما اتخان واتساب للموت على ايد الناس اللي واثق فيهم، لكن القدر اداله فرصه مستحيل تتكرر. رجع بالزمن وهو عارف كل اسرار المستقبل، وعارف كل اماكن الاثار الاسطوريه اللي هتغير العالم. ومن اللحظه دي بطلنا قرر ما يكررش نفس الغلطه، والمره دي الحكايه مش مجرد رحله انتقام، دي حرب ذكاء وسيطره على اسرار مرعبه، وكل عدو هيقف في طريقه بيدفع الثمن اضعاف. واللي كان زمان مجرد تابع ضعيف دلوقتي هيبني امبراطوريه تخلي اقوى المنظمات تركع قدامه. استعدوا لواحده من اقوى قصص العوده من الموت والانتقام، لان كل خطوه بطلنا بياخدها بتقلب الموازين كلها، وكل كنز بيقربه انه يكون الملك الاقوى في العالم. فعايزك قبل ما نبدا كده يا اسطوره تنزل تفجر زرار اللايك وتعمل اشتراك في القناه عشان نوصل 400,000 قبل نهايه الشهر. ومن غير رغي وكلام كتير صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. بتبدأ حكايتنا في سرداب مظلم مليء بالضباب، والممر بيكون منور على جثث متقطعة في الأرض، وبيكون لسه عايش لحد دلوقتي والدم بينزل من سيفه، وبيواجه تنين ضخم شبه الدودة العملاقة، والواد يعني بياخد نفسه بالعافية لأنه لحد دلوقتي مش قادر عليه. والتنين بيهجم مرة تانية وجو بيجري بسرعة، وبتبدأ معركة قوية ما بينهم من العيار التقيل، وجو بينزل بسيفه على التنين وبيحاول يكسر سنانه، لكن التنين بيصد ضربته وبيطارده مرة تانية وبيجري على الجدار. وعمنا زو بيتشقلب وبيعمل قفز عليه بالطرابه من وش التنين، بس التنين اول ما بيشوف الهاله الخارجه من السيف بيتراجع بسرعه وبيضربه في بطنه، ومن قوه الضربه جو اترزع في الحيطه، وبيلاقي التنين جاي عليه بسرعه فبيتحرك في اخر لحظه، والتنين بيخش بوشه في الجدار. وعمنا جو بيستغل الفرصه وبيفعل قوه السيف المرعبه وبيقول انا هوريك مامك يا عم الدود انت، وبينزل بكل قوته وبيغرز السيف في دماغ التنين وبيحاول يغرزه اكتر عشان يخلص عليه بشكل نهائي، بس السيف بيتكسر نصين وجو بيطير في الهواء، والتنين بيستغل الفرصه وبيقفشه من رجله وبياخده لفوق عشان يعذبه اكتر ويشيل حركته. بس عمنا جو مش بيسكت على اللي بيحصل له، وبينزل بالسيف المكسور في عينه بكل غل وحقد عنده، فالتنين بيتعصب اكتر من الوجع وبياكل رجله الاتنين. ودلوقتي عمنا جو بقى عاجز ومش قادر يعمل اي حاجه، والتنين عمال يودي فيه يمين وشمال لحد ما نزل بيه على الارض اخيرا، وفضل يعض فيه لحد ما وصل للعظم، وفضل يعض فيه لحد ما خلص على رجله تماما. وجو مش مصدق ان دي تبقى نهايته في الاخر، وبيقول في نفسه انت ازاي تعمل فيا كده يا كونو يا كلب انت؟ وعمنا كونو ده هو المدير اللي بعته المهمه الانتحاريه دي، وشكله كده كان عارف ان جو مش هيخرج منها على خير. وبنشوفه قبلها في مكتب كونو وبيعرفوا التفاصيل، وكونو بيقول ان المهمه دي لازم تتم مهما حصل، وفي المقابل هتاخد مكافاه تليب واحد زيك. وطبعا كل الفرق اللي قبل كده ماتت على ايد التنين ده، وعمنا جو فاضل له 10 دقايق ويحصلهم على طول، وبيحاول يسحب بعد رجله ما اتقطعت وبيمسك السيف المكسور. وعمنا جو مش قادر يستوعب اللي حصل فبيضحك زي المجنون يا عيني، وبعدين بيقول لهم انا مش هموت بالطريقه دي يعني. والتنين بيهجم مره اخيره عشان يبلعه على طول، وبنعرف ان جو عنده 38 سنه ودي كانت نهايته. بس فجاه بيسمع صوت بيقول له انت عيل مزعج على فكره، وجو بيلاقي الزمن وقف قبل التنين ما ياكله، وطبعا بيكون مستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيسمع صوت حد بيكلمه من بعيد وبيفتكر انه قطعه اثريه ملعونه بتتكلم زيهم. وجو بيقول له دي مش اول مره ليا على فكره، ده انا كنت بتكلم مع توت عنخ امون يا عم انت، وبيطلب منه يخلصوا من التنين ويخرجوا من هنا، وده بدل ما يوريه الوش التاني. بس الصوت بيفضل يضحك على عمنا جو بيتريق عليه وبيقول له انت فاكر نفسك هتنجو ازاي وانت في جسم زي ده يعني؟ وجو اول ما بيبص لتحت بيلاقي رجله اتقطعت، ومن قوه الصدمه ما بيبقاش حاسس بالالم يا عيني. والصوت بيقول له حتى لو قتلت التنين انت مش هتعرف تخرج من هنا برجلك دي، ولا انت بقى ناوي تقضيها زحف لحد ما دمك يتصفى. وبتعرفوا ان دي ارخص طريقه يتمسك بيها في الحياه، وبتعترف ان عنده موهبه استثنائيه اتولدت في الزمن الغلط، ودلوقتي هتموت كواحد مهمش ومحدش يعرف امكانياتك ابدا. وعمنا جو بيطلب منه يخرس خالص، وده لان هو ما يعرفش اي حاجه عنه، وبيقول له انا ما وصلتش للطريقه دي غير بارادتي، وبيقرر يرجع يقتل عمنا كونو لان هو سبب في كل اللي حصل له. والصوت بيفضل يضحك على طريقته الطفوليه وبيقول له حرام موهبه زيك تموت في مكان زي ده. وجو بيلاقي ضوء قوي جدا بيقرب منه، وبيخرج غراب غريب عنده 4 عيون، وانا بصراحه افتكرت اني مقاتل الشياطين اول لما شفت الغراب ده. والغراب بيقول له انا هديك فرصه تانية ذهبيه، بس المره دي لازم تسعى لحد ما تبقى الملك الحقيقي. وجو بيلاقي شعاع غريب ضرب جسمه وبيحس بألم شديد جدا، ورجله بترجع مرة تانية وبيبدأ يصحى من النوم، وفجأة بيلاقي نفسه انتقل لمكان تاني، وبيفتكر ان اللي ساعده ده ملاك او جني، بس شكل الغراب المريب ده بيقول ان هو شيطان، وبيقول اكيد القوة اللي عنده دي في مستوى البطل تقريبا. وبيتصدم اول ما بيلاقي رجليه رجعت في مكانها، وجو مش مصدق انه لسه عايش لحد دلوقتي، ومش فاهم هو ليه موجود في مركز الشرطة. والست بتقول لهم الواد ده شكله مجنون يا جدعان، وبتطلب من رجال الشرطة يتصرفوا معاه بطريقتهم.
والظابط بيطلب من جو يبطل سرحان ويكمل تصريحه، وبيطلب منه يطلع بطاقة الهوية بتاعته. وجو مش فاهم ولا مستوعب ايه اللي بيحصل هنا، وبيفتكر ان الغراب هو السبب في كل ده، وبيبدأ يشك ان هو في حلم او هلوسة، بس الموضوع حقيقي لدرجة مش مفهومة. والظابط خلاص زهق منه ومش طايقه، وبيكون عايز يقفل الشيفت ويروح، بس للاسف مش هيحصل لان هم في راس السنة النهارده. وجو بيتصدم اول ما بيعرف ان هم في 2025، وبيفتكر في الاول ان هو اتولد في جسم تاني، بس في الحقيقة هو رجع بالزمن 15 سنة لورا. وبيفتكر جملة قالها الغراب قبل ما يصحى، وهي انه لازم يبقى اقوى ويبقى هو الملك الحقيقي. وفجأة عمنا جو بيلاقي الست بتزعق تاني في ودنه، وبتقوله انت مش عايز تعترف ليه يالا، وبعدين انت عمال تتكلم في سرك من الصبح. وجو بيحس ان هو شاف الست دي قبل كده، وبيلاقي ابنها بيشاور له وبيضحك ضحكة مستفزة، وبعدين بيفتكر ان الواد ده قابله في الشارع وحاول يتخانق معاه. واول لما جو لمسه وقع في الارض وطلب الشرطة وقال الحقوني. والام متعصبة عشان ضارب ابنها اللي في الثانوية، وبتقوله ان الواد عنده مذاكرة ومستقبل كبير، وانت لازم تتحمل مسؤولية تضييع وقته. وجو مش عارف يحل المشكلة دي ازاي، وبيفتكر ان هم هيطلبوا منه تسويب مبلغ كبير، وهو هيفضل يتحايل عليهم لحد ما يقلل المبلغ. والست مش فاهمه هو كل شويه بيسرح ويروح فين بالظبط، وبتقول له لما اجي اكلمك ترد عليا حيوان انت، وبتنزل بايديها على وشه، بس عمنا جو بيمسكها بسرعه. وكلهم مش فاهمين هو ازاي اللي هيعمل كده، وحتى جو ذات نفسه بيكون مستغرب من اللي عمله، وبيتعصب عليها وبيعرفها ان ابنها هو اللي بدا الخناقه، وبيقول لها ان انت بتبالغي في فلوس التسويق عشان تنصبوا عليا. والواد بيتعصب عليه وبيقول له انت ازاي تكلم امي بالطريقه دي. واول ما بيهجم عليه عمنا جو بيمسك ايده، وفجاه بيشقلبه وبينزله على الارض وبيفرده. وجو بيحس ان قوته زادت وجسمه بقى اخف بكتير، ومش حاسس باي الم بعد ما عمل حركه زي دي، وبيحس ان هو لسه محتفظ بمهاراته القتاليه زي ما احتفظ بذكرياته. وبيكون مبسوط طبعا لان كل ده في مصلحته، لان هو دلوقتي عنده خبره 15 سنه قتاليه وبقى في سن اصغر، بس للاسف مش في صالحه الحركه اللي عملها دلوقتي. وجو بيعرف ان الواد غفله مره تانية وخلاه يضربه قدام الضابط، وفي الاخر بيترمي في الزنزانه بسببه. وام الواد لحد دلوقتي مصممه انها ترميه في السجن للابد، وما تعرفش ان ابنها العاق هو اللي عمل كل ده. وجو ما بيكونش مهتم انه يبقى عنده سجل اجرامي ولا لا، وبيقول كده كده الاثار هتظهر في العالم قريب، وساعتها العالم هيتحول لصحراء من غير قانون. وبيفتكر ان في زلزال ضرب الكوكب كله سنه 2025، ومن بعدها ظهرت قبور جواها اثار فرعونيه قديمه، ومعاها قصص عن عصور القوه اللي غيرت تاريخ البشريه. وطبعا الاشخاص اللي بياخدوا الاثار دي بيكون عندهم قوه خاصه بيهم، وبيضحكوا على البشر عشان يجمعوا اكبر عدد من الاتباع. والناس بدات تدور على الاثار في كل حته في العالم، وعمنا جو قدر يوصل لواحد منهم ويحقق اكتشافات جديده، وبقى عنده معرفه قويه بالقبور والاثار اللي موجوده فيها، وكان فاكر ان هي دي اللحظه اللي هتغير حياته كلها. بس الموضوع للاسف خد منحنى تاني خالص. وفي اليوم ده بيظهر 2 من الشباب حاولوا يدخلوا القبور، بس بيلاقوا 2 حراس على البوابه وبيمنعوهم من الدخول. واحد منهم بيقول له ان شركه تيكي بي هي اللي معاها حقوق تنقيب المقبره، وبيطلب منهم يمشوا من المكان ده فورا. والراجل بيقول له ابعد بدل ما اضربك بالعصايه السحريه. فالحارس بيقطع العصايه نصين وبيرفع عليهم الاسلحه، وبيقول لهم لو ما اتحركتوش دلوقتي من هنا انا هخلص عليكم. وعمنا جو كان مستخبي وشايف كل ده من قريب، وده لان حكايته كلها بدات من النقطه دي. وقدر يوصل لعمنا تايجون كونو صاحب الشركه، وبيعرف ان هو محتكر اكبر عدد من القبور لصالحه، ومش بيخلي اي حد يخش ينقب فيها كده. وعمنا جو راح له الشركه وقرر يبقى واحد من رجالته، وكونو طبعا وافق لما عرف مهارته في التنقيب. ومن وقتها جو بقى هو دراعه اليمين، وهو اللي بينفذ له معظم عمليات التنقيب، وكمان اشتغل معاه في التهريب والسرقه والتجسس، لدرجه ان هو دخل سرق قبور تحت حمايه الحكومه وخد منها كل الاثار الغاليه وهرب من المكان. وعمنا كونو استغله وحقق ثروه كبيره من وراه. وجو طبعا بيكون مكروه من الكل بعد ما اشتغل لحساب كونو، وبيلاقي 2 من زمايله بيتريقوا عليه لانه اتحول لمجرد تابع. وفي واحد منهم بيقول له يا ترى هتعيش بنفس الطريقه لو ترتب من جديد؟ وطبعا عمنا جو ما بيردش عليه لانه متاكد ان ده مش هيحصل ابدا، واختار ان هو يبقى كلب الرئيس كونو بمزاجه، وتحمل الاحتقار والاهانات من الناس اللي حواليهم. بس في النهايه وقع في الفخ والتنين خلص عليه. ودلوقتي جو رجع 15 سنه لورا، وبيكون مش عارف يبدا منين بالظبط، بس بيكون مبسوط انه لسه عنده القدره على القتال. لكن ده لوحده مش كفايه، وفجاه بيلاقي اسمه ولقبه ظهر قدامه في الهواء، وبيكون مكتوب جو هيون ناهب القبور. وجو بيفتكر ان دماغه بدات تهلوس، وبيلاقي جمل تانية ظهرت تحتها ومكتوب انه مجرد لسه بائس مش قادر يستخدم مجرفه حتى. وجو بيتعصب عشان كده الموضوع خرج عن السيطره، وبيقوم ينادي على الغراب اللي جابه المكان ده، وبيفتكر ان هو مستخبي في مكان بعيد وبيراقبه يعني. بس فجاه بيلاقي قائمه مهارات بتتعرض قدامه، وبيلاقي مهاره التجسس عنده في المستوى اف، وبيفضل يضربها في الهواء وبيحس ان حاجه اتحولت للعبه. وبيتفاجئ
وبيتفاجئ كمان اول ما بيلاقي ان عنده مهمه، والظابط بيطلب منه يبطل دوشه ولو كترت كتير هياخدك ويحبسك في الانفرادي. وجو بيعرف ان هو بس اللي شايف اللوحه الزرقاء، وبيتفاجئ تاني لما بيلاقي نظره جايب الصرصار على بعد متر بشكل واضح، وبيعرف ان دي القدره اللي خدها من مكعب الاثار، والمكعب ذات نفسه اختفى لكن القوه فضلت موجوده عنده، وبيحس انه كده بقى شايف كل مهاراته، وبيلاحظ ان دي واحده من المهارات الاربعه اللي عنده، وبيكون مكتوب بخط عريض بدايه جديده. وطبعا جو ما بيكونش فاهم الغراب بيقصد ايه بالظبط، وبيلاقي شخص بينادي عليه من بره الزنزانه، وبنعرف ان ده يبقى صاحبه جينو، وبيقول له انا لو شفت الواد الصغير ده علقه في الاسم والله. وجينو بيقول له انت وقعت على دماغك كده انت ولا ايه؟ ومش مصدق ان جو المغرور بيشكره عادي كده، وبيقول واضح ان السجن خوفك شويه. وبنعرف ان جينو شغال محقق وكان مع عمنا جو في دار الايتام من وهم صغيرين، وجو بيعتبره زي اخوه الكبير بالظبط. وبعدها جو بيساله لو كان في انشطه غريبه ظهرت من قريب، وبيساله لو في اشخاص تم الاستحواذ عليهم او حاجه متعلقه بقوه خارقه. وجينو بيقول له انت اتجننت ياض ولا ايه؟ انا بقول انك لازم تروح لدكتور نفسي عشان يشوف حالتك. بس بيرجع بيقول له انه ساعات بيحس ان مراته عندها قوه خارقه فعلا، وده عشان كل مره بتكتشف المكان اللي مخبي فيها الحاجه. وجو بيفهم ان مستخدمو الاثار لسه ما ظهروش لحد دلوقتي، وعمنا جو بيودعه وبيفضل يفكر في الموضوع، وبيقرر يتحرك بسرعه قبل ما حد فيهم يظهر. بس المشكله الوحيده انه معهوش فلوس دلوقتي، ومعظم الاثار موجوده في اوروبا والامريكتين. وفجاه بيلاقي قدامه شويه بلطجيه من المنطقه، وبيعرف ان دي فرصته عشان يجمع فلوس كتيره. واللي قدامه ده بيطلع عمنا بارك مجرم محلي، وبيدير معرض صغير مع اخته الكبيره. وجو اشتغل عندهم ايام المدرسه عشان يجيب مصاريفه، والواد يعني كان بياخد فلوس قليله جدا، وبقى المرتب كان بياخده ضربه على دماغه. ومساعد بارك بيقول له انت بقيت اخر صد ولا ايه؟ ما ترد على الرئيس عدل يلا. واول ما بيمسك جو من ودانه عمنا جو بيمسك ايديه وبيديله ضربه جامده في وشه، والواد من قوه الضربه بيطير وبيقع على الارض يعني. وكلهم مش فاهمين هو جو جاب القوه دي كلها منين. وجو بيقول لبارك روح عرف اختك اني خلاص استقلت من عندكم، وبيطلب منه يدفع له اجره المتاخر وتعويض عن نهايه الخدمه كمان. وطبعا كلهم بيضحكوا عليه وبيستهزئوا لما بيسمعوا الكلام ده، وبتبدا معركه دمويه بينهم وبين عمنا جو. وجو بيعلمهم الادب وبيبوظ وش الزعيم، وبقيه رجالته بيهجموا عليه فبيطيرهم واحد ورا التاني. وجو بيعرف انه بنفس مهاراته اللي اتقنها بعد 15 سنه، وبيعرف انه طاقته قربت تخلص وممكن يتضرب كمان. فالزعيم بارك بيتعصب من اللي حصل وبيطلع سكين فرعوني من جيبه، والمساعد بتاعه بيقول له خلي بالك الزعيم ده السلاح يطول ولا حاجه، انا مش عايزك تخش السجن في كلب زي ده يعني. وجو لما بيركز بيعرف ان السكينه دي قطعه اثار، ومش فاهم الحيوان ده سرقه منين ولا جابه ازاي. بس جو بيفتكر ان ده الطبيعي في العالم ده، لان في اثار بتتهرب من القبور وبتستخبى في اغراض البشر عادي. وفجاه جو بيلاقيه جاي بيجري عليه وماسك السكينه، وجو بيتحمس لانه ناوي ياخد منه الاثار دي ويخليها لنفسه. وشكلنا كده داخلين على معركه حماسيه الحلقه الجايه، فعايزك تنزل تعمل اللايك الجميل يا اسطوره، ونوصل الفيديو ده 5000 لايك ولا حاجه، وقول لي تقييمك للانمي تحت في الكومنتات، ويلا بينا نكمل حكايتنا. وعمنا جو بيبدا الهجوم على بارك وبيقدر يتفادى كل الضربات بسهوله، وفي الاخر بياخد السكينه من بارك وبيحطها على رقبته، وكلهم بيتصدموا لان الزعيم اتهزم في ثواني. وجو بيقول له ما تخافش انا هخلي بالي من السكينه دي، وبيعرف بارك ازاي يستخدم قوته الحقيقيه. واول ما بيفعل قوه السكينه بيلاقي مهاره الرؤيه اشتغلت، وبيقدر يشوف العظم اللي جوه جسم اي حد منهم، وبيستخدم قوه الاختفاء وبيضربهم هما الاثنين في ثواني، وبيقعوا على الارض بعد ما طعنهم في بطنهم. وجو بيسالهم لو عايزين ياخدوا جوله تانية ولا حاجه، لكن طبعا كلهم بيترعبوا منه ومحدش بينطق بكلمه حتى. واخت بارك بتتصدم اول ما بتعرف اللي حصل، ومش مصدقه انه ضربه وخد منه السكينه الاثريه كمان. وبارك بيقول لها ان جو ما كانش طبيعي ابدا، ولما هجم عليهم عمل حركات سريعه زي النينجا، وبتعرف انه خد كل الفلوس اللي في حسابه وتمثال بوزه كمان. واخته بتقول له لو ما رجعتش التمثال ده هدفنك مكانه. وجو كان بيحاول يبيع التمثال بس لحد دلوقتي مش لاقي حد يشتري منه، وكان بيفكر يرميه بس رجع في كلامه، وبيقول انه اكيد ليه قيمه كبيره عشان كده بارك كان مخبيه. وفجاه بيلاقي مهاره الجاسوس اشتغلت عنده، وبيعرف ان التمثال ده جوه ماده غريبه. وجو كان شاكك في الاول ودلوقتي اتاكد فعلا، وده لانه اول ما بيهز التمثال بيسمع صوت حاجه بتتحرك جواه، ولما بيكسره من تحت بتقع منه انبوبه فيها سائل شبه الميه، وبيعرف ان هو ده اللي كانوا مخبينه من الاول. وبيتكلم مع بارك وبيطلب منه يقابله، واخته بتلاقيه داخل عليها وهو واخد علقه محترمه. والمحقق جين اللي قبض عليه بيقول ان هو اتمسك بمخدرات، واخته بتقول له مخدرات ايه بس يا عم المحقق، احنا ناس محترمين وملتزمين بالقانون ومش بنبيع غير القطع الفنيه والاثريه بس يعني. وجينو بيطلع العينه اللي خدها من جو، وبيعرفها ان هو ده الدليل اللي كان موجود مع بارك، واكيد بقيه البضاعه موجوده في المستودع. واخت بارك بتتصدم لان محدش كان يعرف مكان المستودع ده، بس بتطمن لان المخزن محمي ببوابه عليها كلمه سر، وبتقول لجينو الكلام ده من غير دليل ملوش فايده. وبتسمع واحد من قوات التفتيش بيتكلم في لاسلكي، وبيقولوا ان هم لقوا 600 قطعه فنيه جوه مخدرات. واخت بارك بتتجنن ومش مصدقه ان هم فتحوا كل القطع دي، وما بتكونش فاهمه هم ازاي عرفوا كلمه السر حتى. وجينو بيقول لها استني في حد مهم عايز يكلمك في التليفون. وعمنا جو بيقول لها ان السكه الشمال اخرتها السجن
الدنيا حلوه. وهنا بتتصدم وبتعرف ان جو هو اللي كان عارف كلمه السر اللي بتفتح المستودع، وبيقول انت ازاي ما غيرتوش كلمه السر من زمان، وبيفكري في واحده جديده بقى وانت قاعده في السجن كده ولا حاجه. واخت بارك بتتجنن من اللي عمله وبتقول له انا لو خرجت من جوه هقتلك بايديا. وجو بتجيله رساله من جينو بعد ما المهمه نجحت، وبيعرفوا انه هياخد مكافاه 100 مليون ين، وبيطلب منه يحافظ على الفلوس دي ويعمل بيها حاجه مفيده. وكده جو ضمن راس المال اللي هيساعده في خطته، ودلوقتي عايز يرجع البيت عشان ينام شويه، بس بيتفاجئ اول ما بيلاقي شقته اختفت، وفي مقبره ضخمه بلعتها وظهرت في نص المباني السكنيه، وما بيكونش عارف هو حظه حلو ولا دي مصيبه جديده. بس بيعرف ان في مجموعه من السكان اتضررت من اللي حصل، وبيسمع واحده وهي بتتكلم عن القبور، وبتقول ان كوريا ما تعرفش اي معلومات عن الموضوع ده، وبتقرر تفجر المكان اللي بلع شقه جو لان محدش يعرف ان ده قبر مليان اثار. وليندا بتتفاجئ اول ما بتشوف ابي قدامها، وابي بيقول لها انت شفت شيطان ولا ايه؟ وليندا عارفه ان ابي من فريق التنقيب الياباني، وبتقول له انت ايه اللي جابك انت وفريقك هنا؟ فابي بيقول لها انت ازاي جايه من امريكا لحد هنا وبتساليني سؤال زي ده؟ وبعدين ايه اخبار فريق التوقيت عندكم؟ وليندا بتقول له انت فاكرنا حراميه ولا ايه؟ وابي بيقول لها احنا الاتنين عارفين بعض فبلاش النفاق ده يعني، وبيطلب منها توفر المجهود اللي هتعمله، وده لان اثار اللي جوه دي من نصيبهم هم. وجو بيعرف ان المخابرات الامريكيه والفريق الياباني وصلوا قبله، ومش فاهم هم ازاي هيفجروا المكان وسط السكان اللي هنا، وبيكون محظوظ لان مفيش اي خبراء موجودين. وبيتفاجئ اول ما بيلاقي خطوط حمراء ظهرت قدامه، وبيعرف ان دي النقوش الخاصه بالقبر اللي موجود، وبيكون هو الوحيد اللي شايفها على الارض. وبيقول ان الكلام ده مليان تفاصيل كتيره، ولو قدر يقرا الكلام ده يعرف مكان المدخل والفخاخ اللي موجوده جوه المقبره. وبيتفاجئ اول ما بيلاقي المدخل قدامه، وبيعرف ان كل حاجه ماشيه في صالحه المره دي. واول ما بيقرب بتظهر قدامه لوحه جديده، وبيعرف انه اكتسب مهاره خبير التشفير، وبيلاحظ ان الغراب ده مروق عليه في المهارات بصراحه، وكده فاضل له مهارتين بس ويقفل اللعبه. وبيعرف ان هو ده المدخل اللي محمي بالتعويذه، وبيطلع السكينه الفرعونيه وبيقطع بيها العمود، وبيحصل انفجار كبير بيهز المكان كله. وبيجي واحد وبيعرف ليندا ان كده مدخل المقبره اتفتح، وبيجروا هما الاتنين ناحيه الانفجار، وبيلاقوا اعصار من النار، ومحدش فيهم فاهم ايه اللي بيحصل. وفجاه بيلاقي نفسهم وقعوا في الحفره، وجو بيكون نزل قبلهم في مكان مظلم جدا. واول ما بيشغل الولاعه رموز بتظهر قدامه، وبيعرف ان هو ده الممر اللي هيوصله الاثار في الاخر. وبيلاقي نفسه وصل عند كهف فيه بحيره واسعه جدا، واول ما بيرمي السيف في الميه بيظهر تعبان عملاق جدا، وبيعرف ان في زائر دخل عليه، وبيقول له ان في روح جديده وقعت كنزها في البحيره. وجو بينادي عليه وبيقول له انت بتبص فين يا عم؟ انا تحت اهو. وبيقول له انا سكينه فضلت تخصك يا معلم. وجو بيعرف ان الاثار دي مستوحاه من الفاس الذهبيه والفاس الفضيه، ودي قصه اسطوريه مشهوره من قديم الازل، وبيكون فيها اختبار للشخص اللي بيدخل المقبره، ودلوقتي لازم أن يختار واحد من الفاسين دول عشان يعدي. وبيقول ان هو اللي هيدخل الاول المره دي، والتعبان لسه واقف قدامه ومستني اجابته. وجو بيقول له للاسف مفيش ولا واحده فيهم تخصني. والتعبان بيعرف ان هو بشري صادق، وبيطلع السكينه الفرعونيه اللي هو رماها في الميه، وبيعرف انه لو خد السكينه دي هياخد معاه الفاس الذهبيه والفضيه، وكده يقدر يعدي من اختبار القبر بنفسه. بس عمنا جو بيشك فيه وبيقول له استنى اتاكد الاول، وبياخد السكينه الفرعونيه وبيطعن بيها التعبان. والتعبان مش مصدق انه خد بيه بالشكل ده، لكن جو بيطلب منه يخرس خالص، وبيعرف انه مش واثق فيه مهما عمل، ومش ضامن انه هيديله المكافاه حتى لو هي الحقيقه. وبيقول انا لو سمعت كلامك هتعلقني زينه في الكهف ده، وكمان ممكن اللعنه تحوله لقاتل مجنون. والتعبان مش فاهم وعرف المعلومات دي كلها منين، وجو بيكون عارف المعلومات دي كلها من قاتل متسلسل في امريكا، وده لانه خرج من قبر بعد ما سرق الاثار اللي فيه وقتل بيها عشرات من الضحايا بسبب الجنون. والتعبان بيهجم على جو اللي بيطير في الهواء بسرعه، وبيغرز السكينه بكل قوته في دماغ التعبان، وبيقول له استسلم بسرعه قبل ما اخلص عليك. والتعبان بيقول له مش هتاخد مني حاجه مهما عملت. وجو بيقول له وريني هتقدر تتحمل ازاي، وبيستخدم قوه الهيمنه وبيغرز السيف للاخر. والتعبان بيتجنن من الالم وبيتحرك في كل مكان. وبنعرف ان قوه الالفه هي القدره على التحكم في الاثار من خلال الثقه، انما قوه الهيمنه هي القدره على اجبار الاثر على الطاعه على طول. وقوه التوافق هي اللي بتربط الاثر والسيد مع بعضهم، ودي زي المزيكا مع الاداه الموسيقيه. والتعبان بيفضل يقاوم وبينزل الميه، وجو مش فاهم الدوده اللي هنا دي هتموت امتى. والتعبان بيخرج من تاني وبيلف حوالين نفسه بسرعه رهيبه، وجو بيقول له انا مش هاخد عليكم ابدا، وما بيكونش مهتم باي حاجه وعايز يقضي على الاثار كلها. وبنعرف ان كل اثر بيتحول لوحش زي التنين اللي كان رجله قبل كده، وجو بيطلب منه الطاعه بدل ما يقتله بشكل نهائي. والتعبان بينهار اخيرا وبيفقد قوته بالكامل، وجسمه كله بيتحول في الميه. وجو بينتصر عليه اخيرا وبيقول له كان لازم تطيعني من البدايه. والوحش بيرجع لاصله هم الفاس الذهبي والفضي. وجو بياخد لقب الناجي من القبر، وبيفعل مهاره تنقيب القبور في الرتبه اف، وبيكون فاضل له مهاره اخيره ومش عارف يفتحها. وفجاه بيلاقي نفسه كسب لقب مستغل الاثار، واللقب ده بيزود عنده قوه الهيمنه وبيخفض قوه الالفا. وبيقول له الغراب يعني بعد كل ده بتطلعني مستغل؟ والله انت غراب عايز الحرق بجاز وسخ. وفجاه بيسمع صوت حد بينادي عليه، ولما بيستخبى بيعرف ان هم ليندا وابي. بيطلع تحفه
تحفه من جيبه وبيرميها في الميه، وبيكون مستني الاثر يطلع من تحت على طول. بس جو بيضحك عليهم لان المغفلين دول وصلوا متاخر، وابي مستغرب وبيلاقي مفيش اي حاجه حصلت، وبيقول لليندا ان هو عمل زي ما النبوه قالت بالظبط ورمى اثر في الميه عشان التعبان ياكله ويطلع له. وليندا اول مره تعرف ان اليابان عندها نبوه عن الاثار، وابي بيقول لها بطلت وقعاني في الكلام يا بت انتي، وبيعرف انها بتحاول تخرج منه اي معلومات عن الاثار ديت. وفجاه بيلاقوا زلزال في المكان تاني وبيهربوا بسرعه قبل ما الصخور تقع فوق دماغهم، ورجاله بارك بيرجعوا المكتب وبيلاقوه فاضي، وبيعرفوا ان كل حاجه راحت بعد ما قبضوا على الزعيم بتاعهم، وكل ده حصل لهم بسبب جو هيون. وصاحبه فاكر ان هم ناويين يضربوه يعني، والتاني بيقول له المره دي هنعلم عليه بنفسنا، بس بيتصدم لما بيلاقي جو بيرن عليه، والواد من كتر التوتر بيقع في الارض يا عيني. وجو بيقول له انت اتاخرت عليا في الرد ليه؟ انت شكلك كده عايز تموت النهارده. وسونج بيقول له ما تحترم نفسك يا جدع انت، هو انت فاكرني شغال عندك ولا ايه؟ وجو بيطلب منهم ينجزوا له مهمه بسيطه عشانه، وابي بيعرف ان في واحد كوري سبق وسرق الاثار، بس الكوري ده مستخدم اثار مش طبيعي، وبيطلبوا من ابي يخلي باله المره الجايه عشان الكوري ده ممكن يغفله من تاني. وجو بيطلب من سونج ورجالته يروحوا ميداس، وده واحد من اكبر مزادات الاثار السريه في العالم كله، وموقع المزاد موجود في لاس فيجاس، وبيطلب منهم يروحوا هناك عشان يراقبوا كونو، وكمان عايزهم يشاركوا في المزاد الشهر ده، وكمان بيطلب منهم يدوروا على واحد اسمه جاك كايمان وبيكون معروف باسم جي كي. وسونج مش عارف هم ازاي هيروحوا لحد هناك، فعمنا جو بيعرفوا انه يدفع مصاريف كل حاجه، وبيقول لهم انا مش هجبركم على المهمه دي يا رجاله، بس لو رفضتوا هاجي ادور فيكم الضرب بالكرباج. وسونج فعلا بيخاف منه وبيضطر يوافق. وتاني يوم جو بيحضر نفسه عشان مهمه جديده، وبيلاحظ ان في جريمه جديده النهارده، وبيعرف ان في مجرم حاول ينتحر وحرق نفسه جنب محطه المترو. وجو بيعرف ان الحوادث دي بتتكرر كتير قبل ظهور القبور، وفجاه بيلاقي ابي بيخبط فيه وهو ماشي، وبيعرف ان ده الراجل اللي غفله في القبر امبارح. وابي بيقول له احسن لك تعتذر بدل ما اعلمك الادب. وجو بيفتكر ان القبر الجديد هيظهر قريب ومحتاج واحد زي ابي معاه نبوءه الاثار، وبيلاحظ ان ابي مخبي حته اثار في جيبه، وبيعرف ان هو غبي لانه ما عرفش يخبي الهاله بتاعته. وابي بيفتكر ان الواد ده مجنون، وجو بيستفزه اكتر وبيسيبه وبيمشي، واول ما بيقرب منه بيفتح الكنز في وشه وبيغرقه، وبيقول له معلش بقى صاحب الجو حر وانت عارف. وابي بيتعصب عشان هدومه كلها اتبهدلت، وبيعرف ان الهدوم دي غاليه ولازم ندفع ثمن غسلها. وجو بيقرب منه بيقول له سامحني يا صاحبي انا مفلس والله، وبيقدر ياخد الاثار من جيبه من غير ما يحس حتى. وبيقول لابي ان بطاقته وقعت منه، وابي بيفتكر ان الواد ده كشفه وعرف ان هو من قوات الدفاع اليابانيه. وفجاه بيلاقوا زلزال جديد بيضرب المدينه، وجو بيعرف ان في قبر هيظهر دلوقتي. وابي بيكلم فرقته وبيعرف ان النبوه الجديده اتحققت النهارده، وبيعرف كمان ان الكوري اللي معاه الفاس قريب منه، وبيقول له خلي بالك لحسن يغفلك مره تانيه. وابي بيتصدم لما بيعرف ان الواد اللي غرقه بالمشروب هو الكوري اللي بيدور عليه. ولحد دلوقتي 2-0 لعمنا جو بصراحه. ويا ترى ابي هيتعامل معاه ازاي الحلقه الجايه؟ ده اللي هتعرفه لو نزلت عملت لايك دلوقتي يا اسطوره واشتركت في القناه. وزي ما قلت لكم عايزين نوصل 400,000 قبل نهايه الشهر يا اساطير. واشوفكم في فيديو جديد وحكايه بطلنا قلم بكره، وسلام.